اسمي عبد الرحمن أحمد عبد الله. مواليدي 1995، عمري 30 سنة. أنا من عائلة مكونة من 5 أفراد، بنتين و3 أولاد. سكان الشدادي قرية الشيخ عثمان. احنا عائلتنا كلياتها تشتغل بالزراعة، يعني ما كنا أصحاب أرض، ما يعني فلاحين. أبوي ما عنده لا شهادة ولا شيء، إنسان طبيعي. يعني اشتغلنا مثلا بالساحل، اشتغلنا بقامش اللي بترعى. وضعنا المادي ما كان كويس، يعني كنا عايشين بس بالعمل بس. أنا درست للصف السابع، أما صار أخوي عسكري، أخوي الكبير صار عسكري، وما ظل عندنا عمالة بالبيت. يعني أبوي كان شوي تعبان ومعادس وما بيحضر بالشغل، فعادة اضطريت أترك المدرسة. كنا بالساحل ساكنين تقريبا سنتين. بعدها طلعنا على الشام وصرت أشتغل بالمعامل فترة تقطعية يعني. ومن بعدها طلعت على لبنان فترة، اشتغلت 6 شهور أو أكثر شوي. فترة ما كان في الدولة، ما كان في عندي شغل، يعني كنت مطلوب أبدا، كان الوضع مو كويس. بعدها صار بي شو اسمه، صار بي دواعش. الدواعش ما كان بيني وبينهم اتفاق خالص، يعني أوضاعهم ما كانت كويسة معنا بالمرة، كشعب كمنطقة كشغلة ما في. قضيت تقريبا فترة 6 شهور أو 7. ما كانت الأمور كويسة، يعني الناس ما كانت تحمد منهم. أنا ما تخلطت معهم بالمرة، بس أما الناس يعني تشكي، يعني يقول لك ما مأمنين شغل، مو كويسين مع الناس، تعاملهم مو كويس. يعني أي كلمة تحكيها يلفقون عليك تهمة مباشرة، يسوي لك مشكلة. ما كانوا كويسين. فلذلك أنا شلت حالي وطلعت على الجزيرة، غادي على عمامي هناك، سكنت فترة. من هناك تعرفت بالجزيرة، كنا ساكنين. تعرفت على الرفاق، يعني أخذت تقريبا فترة شهرين، والثالث كنت بدورة. فعاد شفت أنا الحرب النفسية وشلون الأوضاع، يعني صار بي عندي فكر أحسن. يعني مثلا دواعش كانوا مثلا بالمنطقة السائدة، العالم تشتغل جويدهم، ويقولون مثلا الرفاق كانوا يسلمون للنظام، والرفاق مدري ايش، والرفاق كذا. بس بعدين انا لما يعني طلعت على الجزيرة وشفت الناس، ما كان بيها الأوضاع هاي خالص. الناس متعايشة سلميا والأمور كويسة وبمحبة من الشعب للرفاق، وأبدا ما في مشاكل، يعني كان الأمور كويسة. لذلك انضميت هناك تقريبا 3 شهور، سويت دورة، وصار تحرير الشدادي. ومباشرة من صار تحرير الشدادي أنا أعرف يعني شنو الرفاق وشنو الكذا. حتى يعني كنت أشرح للناس، لأن الناس كانت متخوفة بهذيك الفترة من الرفاق. أشرح لهم إنه الرفاق هيك 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 هيك، ما بين هالمسميات تسمعونها عنهم، يعني ترى ناس كويسين، شعب مثلنا مثلهم، يعني مو هم ناس سيئين، مو هم ناس كذا، يعني كان بي. وانضميت مباشرة، رجعت وفتت بدورات النوب، يعني تقريبا مع قوات سوريا الديمقراطية. ذيك الساعة سويناها بصوامع صباح الخير، الدفعة الثانية، وكانت اغلبيتها مكونات عربيه. وتعرفنا على شباب من باقي المناطق، وكان بيعدنا حب للمطالعه، يعني كان بيعدنا شغلات جديده نكتشفها. يعني فكر النظام شلون كان، فكر كذا شلون كان، كلياته هاي كلياتها صرنا نعرفها. يعني اولي ما كان عندنا معرفه بشيء خالص، يعني معرفتنا قليله بالامور والسياسه، ما كانت هالقويه. صار لا، صار اختلف الحكي، صار الواحد يفهم شنو سياسته، شنو ال الانسان اذا حكى كلمه شنو وراها، شنو مغبى، ليش حكى، شنو مصلحته. احنا سويت الدوره الثانيه بصوامع صباح الخير بالحسكه. رفاق كانوا منضمين جدد، تقريبا اغلبيتهم مكون عربي من الشدادي، ما كان عندهم اطلاع زايد، وانا كان عندي خلفيه. يعني مثلا بعد الدروس، يعني اغلبيه الرفاق كانوا يناقشون معي، لانه انا اكثر واحد كنت اشارك بحكم معرفتي يعني السابقه. فاغلبيه يعني المناقشه، مثلا كنا اليوم ناخذ درس عن المراه، رفيق يشرح، بس هم يعني ما يفهمونها مضبوط مثل ما انا افهمهم اياها. كان يعني بي نقاش بيني وبين الرفاق كثير الصراحه. مشان الحرب الخاصه زادين، هاي زاد كنا نتناقش بها انا والرفاق. يعني هاي اهم شيء انا احس اخذيناه بالدروس، الحرب الخاصه. يعني مثلا قبل ما يجونا الرفاق، كانوا يعني ما كان بي شيء كويس، مسموعيات او كنا نعرف عنهم شيء. كنا نسمع رؤوس اقلام من تبع داعش وما تبع داعش، يسلمونكم للنظام، يذبحونكم، مو هم كويسين، هذول كلياتهم كراد، هذول مدري ايش. طبعا انا شايف قبل، فما اقدر احكي، لانه كان الدواعش مستحيل الواحد يحكي.
يلا صار بي عندنا شوية حرية من جو الرفاق، صار بي عندنا تنفس، صار الواحد يحكي رأيه يعني. بس أنا أحكي رأيي بأي مجال أي شغلة حر التعبير يعني، شو ما كان الموضوع ولا شو ما كان الشغلة. وحتى يعني هالشيء هذا حتى أنا أحيانا بالدورات اللي احنا كنا بيها كنت احكي مثلا اذا يكون عندنا درس اقول له هذا ما فكر مو تمام كذا، انا هيك هيك. الرفيق ما يتعصب مني، يستحمل لي للأخير ويقعد يقنعني ويحكي معي بالتمام. انا خليني على غلط، ما اريد اعرف اني على غلط ولا اكمل انه انا على غلط. صار يعني دائما بنقاش بيني وبين الرفاق. في رفاق كثير اقتنعت معي وصاروا يعني صار بي محبه بيني وبينهم، يعني صار بي تقارب بين وجهات النظر، صار يستفيدون مني استفيد منهم. احيانا حتى بعد ما يخلص الدرس نناقش مع المدرس. يعني كانت كويسه الامور بالدورات، ما اشتكينا من شيء ابدا، كان كويس كل شيء. من بعد الأكاديمية صار بي عندنا فرز. طبعا احنا قبل الفرز اعطونا اجازه تقريبا 7 ايام او 8 ما اتذكر بالتحديد لانه صار مده طويله من هذاك الوقت. نزلنا، كان نزلتنا على الناس، يعني الناس تتلهف تسمعنا شنو بي عندنا، شنو صاير، شنو وضعهم معانا، شلون كانوا يعاملوننا، شنو كنا ندرس، شنو الرياضات، حتى الرياضه كنا ناخذها كانوا يسالونا عنها. تعرف يعني هسه اليوم يعني احنا نقول كنا تقريبا احنا اولاد عمي تقريبا شي 10. أنا رحت تطوعت وعارف السالفة شنو، حاولت مع 2 راحوا معي، ظلوا 7 ظلوا يستنون، مو متأكد، بده يعرف شنو السالفة، بده يسأل، بده يشوف. عاد أنا نزلت، يعني ناس كثير كانت تجينا على البيت تسأل شنو وضعهم شنو كذا، عاد أنا كنت أشرح لهم. بعد ال7 أيام من الإجازة رحنا التحقنا، صار بي فرز. انفرزت على قوات درباسية، رفيقات ورفاق. اي كان هذيك الساعة كنا خط جبهة، وتقريبا ظليت فيها 6 شهور. المكان هذاك كانت من احلى 6 شهور بحياتي قضيتها، يعني كان الرفاق تعرفت عليهم من النقطة الثانية وبعدين انتقلت عليها. الرفاق كانوا معنا اكراد، وبرفاق كانوا معنا عرب من الدرباسية من عمودة، وكان معنا من كل مكان تقريبا بالجزيرة كان معنا ناس. ودائما كانت نقاشات وكذا، والمستلمم طابور دائما كان عندنا دروس. المسويات كنا ناخذ لنا ساعة ساعتين، احنا كنا طالبين هالشيء. الطابور اللي كنت فيه كان طابور الشهيد دينو. الرفيق استشهد وهو يشيل لغم عن الطريق للرفاق. وبعدها البيلوك نائبه صار استلم مكانه، هو اللي صار مستلمنا. أول حملة شاركنا فيها حملة منبج. اما يعني بي رفاق استشهدوا بس كانوا قله قليله، يعني بعد 10 ايام رحت فيهم، يعني تقريبا يمكن 2 أو 3 على كامل خط الجبهه استشهدوا. من بعدها عاد رحت مثل التثبيت، يعني من بعد ما تحررت منبج فتره يعني. هي الرفاق مباشره بلشوا توزيع خبز، بلشوا بتصليح الكهرباء، بلشوا بالكذا. وكان بي ناس يعني استقبال قوي ذيك الساعه من منبج، يعني كانوا يشوفون بالتلفزيون والشيء، يعني كان بي استقبال قوي صراحه من الشعب. حتى اسسوا مجلس منبج العسكريه ذيك الساعه، والمنضمين كلياتهم كانوا من منبج. بس على ارض الواقع طبعا يختلف الشيء، وعدونا ما كان حي الله عدو، يعني الدواعش كانوا يعني عندهم ارهاب شيء مو طبيعي، تخويف. فاول نهارين 3 ما كان الوضع كويس صراحه، في خوف في شغله، وما نعرف شنو الوضع، مكان غريب علينا. اختلطنا مع ناس ما نعرفها، وصار بي توجيهات، صار بي يمين ويسار. بعدين يعني اول باول وشفنا الناس شلون فرحانه بجيتنا، ناس كثيره يعني استقبلتها، يعني الناس بي منها كانوا يدورون يذبحون ذبايح، وناس تدور. فعاد هنا شويه الواحد يعني يحس حاله مسوي انجاز، تفتخر بنفسك. يعني اليوم انت لما تشوف شلون الناس محتفله بيك وتحس حالك سويت انجاز، يا اخي تدافع عنها الناس هاي تحت ضغط ظلم، تحت ضغط دواعش.
كان هذا الشيء ساعدنا نمشي لقدام الصراحة. وبي شهداء، استشهدت شهداء، بس أنا من قلت يعني إنه أسهل حملة منبج، بي رفاق استشهدوا. بس ليش أسهل حملة؟ لأنه الناس ساعدت، ذيك الساعة الناس ساعدت، وكان بي يعني تقبل الرفاق بشكل كبير. لأنه الشدادي لما يعني تحررت الشدادي الناس سمعت بشكل عام، يعني سوريا كلها سمعت هذيك الساعة لما تحررت الشدادي، كان خبر قوي جدا. سمعت شلون تعامل الناس، تعامل الرفاق مع الناس، مع الكذا، الأوضاع شلون، وشافوا شلون احنا أول ما نحرر مباشر شلون نتعامل مع الناس ورانا، والناس تخبر بعضها يعني. أما بي رفاق استشهدوا، كانوا يسوون كماين، كانوا يسوون كذا ألغام أكثر شيء منبج ألغام، يعني كانوا يحطون ألغام بكل مكان، بحنفية المي ألغام، بالتلفزيون ألغام، تفتح الباب بألغام، بالدرج بألغام. أول روحة 10 أيام بعدها رحت عليهم بعد التحرير، لأنه يعني ما الرفاق ما سمحوا لي أرجع مرة ثانية، لأنه يعني عدد كبير من الرفاق كلها راح تطوعيا، منه ظل وما يفعل يرجع، يعني منه الرفاق يعني قال أنا بدي أظل هنا لما تخلص من بج. عاد خلصت من بج، عاد بدهم رفاق يوقفوني ينظمون يعني الوضع بعد ما راحت خلايا أو شغلة أو شيء، بده يكون بقوات على الأرض. وأحد يعني رحت وشفت شلون الناس يعني اختلف الوضع 190 درجة، يعني شلون الأوضاع الناس، شلون الكذا، شلون المعاملة، شلون الناس. يعني احنا كنا بنقطة كانوا يجينا بالنهار 10 15 واحد يسالونا شلون بدنا نتطوع، وين اين مكان، اين شغله، شنو اوضاعكم، شلون التعامل، شلون الكذا. في ناس كانت تستغرب انه احنا عرب بالنقطه، يفكرونا كلها كراد، اما غلط يعني لا. كان في صعوبه، شلون ما كان في صعوبه. تحريرها كان اكل معنا، يعني اكل معنا شويه وقت، واكل معنا رفاق. اما بس كانت نفس معنويات عاليه، لانه الناس يعني كانوا يعني شلون نقول يحتفلون بينا لما نجي، يعني كانوا دائما الناس موجودة معنا على مقربة بشكل عام، يعني كانوا مثلا يدلون على المنطقة، يقولون لنا إذا بي مكان بي دواعش، يقولون لنا إذا كان بي حدا يعني خلية للدواعش، يعني كان بي وبي رفاق. أنا قلت يعني ظلوا، لأنه إيش، حسوا بالفرحة بنشوة الانتصار، يعني من قد ما كانت الناس مستقبل الرفاق بشكل كويس. أو تعذبنا يعني عذاب ما بس تعذبنا يعني، أو كوت يعني نهار نهارين أحيانا نحصل نضل من دون أكل. أحيانا الرفاق يتعذبون تا يوصلون الذخيرة، كنا نتعذب بالحملات، ما كان يعني كل شيء سهل ويسير مثل ما الناس تفكر. حملة الدير شاركت أنا بحملة خط الخرافي. بلشت الحملات تمشي بدير الزور، يعني تقريبا شاركت أنا بدير الزور كامل لحد ما تصاوبت. يعني تعذبنا بدير الزور شيء مو طبيعي، كان في يعني دواعش كمية مو طبيعية بدير الزور. أين بيت كان ملغم، أين بيت، يعني 90% من بيوت القرية ندخل عليها كان بيها ألغام، وكان بيه دواعش بكثرة مو طبيعية. يعني القرية بيها 300 400 داعشي، كان عندهم كثرة مناطق الدير، كان شبه لهم قاعدة شعبية، يعني في ناس يعني لهم محبة معاهم. ما تعاونت معنا الناس بشكل لازم مثل منبج أو الرقة، يعني منبج والرقة كانت في تعاون من الناس، أما الدير لا، كان صعب. يعني مين من الناس، في منهم متعاونة وفي ناس منها خايفة، يعني لأنه الدواعش توحشوا بآخر فترة بالدير. يعني الناس تحكي لنا اللي نستقبلهم ونعديهم من مناطق الدواعش، يعني يحكوا لنا يعني قديش كانوا الدواعش صعبين، لما يخسرون معركة يرجعون على المدنيين، يقول لهم أنتم من وراء آثامكم وذنوبكم احنا قاعد نخسر، أنتم لازم كذا وأنتم لازم كذا، ويرجعون على المدنية. عاد المدنية يعني شنو ذنبهم، بس هذا تفكير الدواعش يعني ايش. ظلينا تقريبا حملات، حضرت حملات والله الدير كلياتها حضرناها لحد تقريبا 2019 الشهر الثامن كانت، لا 2018 يمكن كانت، او 2019 كانت الدنيا شتاء هذيك الساعه، بس ما اتذكر التوقيت بالتحديد. شاركت بحمله البحر، كنت اني مع طابور قناصين، اما ما كنت قناص، كنت مترجم. عاد فتره ما كنت مترجم معاهم، يعني كانوا معانا جنسيات من كل مكان، كان معانا من امريكا، كان معانا من استراليا، كان معانا من فنلندا، كان معانا من انجلترا، كان معانا. إيه هاني احكي انجليزي وتعرفت عليهم. ابن عمي كان معاهم بالطابور وقال لي يعني ترى بي معي اجانب كذا كذا كذا. قلت له انا احكي انجليزي، ليش ما اروح اجرب حالي اقعد احكي معاهم، لانه كان بي صعوبه بالتواصل. ما كان بي حدا
معاهم يعني يعرف يحكي انجليزي. عاد رحت اني معاهم صرت احكي معاهم وصار معي صداقه يعني تقريبا فتره 6 اشهر او 4. انا تعرفت عليهم صرنا اصدقاء يعني لابعد الحدود. دائما كان بي عندنا نقاشات وكان بي عندنا شغله، حتى اختلاطي مع العرب قل جدا لانه يعني كنت اتعرف على شلون نقول ثقافات جديده. يعني بشكل عام يعني يقول الاسترالي يقول يعني ثقافتي هيك كذي، وانتم ليش تسوون هيك؟ هاي لا هاي لا هاي غلط. كان معنا واحد روسي مثلا يقول لي يعني ما انطي شيء اني من دون مقابل، يعني لازم اخذ منك شيء ترد انطيك شيء، ما عنده مفهوم الهديه او الشغله ابدا. اما مثلا الامريكي لا، كان كريم وكان يعني هيك يعني تعرفت على شخصيات العالم بشكل عام. كان عندنا الاسباني مثلا، الاسباني كان صادق بشكل مو طبيعي، ما يعرف يكذب، واذا عنده مشكله مع حدا يقولها مباشره بوجهه. فانا يعني مباشره ملت لهم يعني كان اتعرف عليهم. ومن بعدها شاركنا عاد معاهم، شاركت معاهم بالحمله. اول دخولي البحره بحاره الدير، الدنيا ليل تقريبا، صارت الدنيا صبح، كان الناس حرس وشغله. عاد شفنا داعشي قاعد يتمشى من بعيد، ناديت واحد من الاجانب قلت له ترى في داعشي هناك بالمكان هذاك، شوفوا انتبه عليه لانه هو قناص، انا ما اشوف، ما عندي لا قناص ولا شيء. فهو حط المنظور عليه وقاعد يتابعه، وهذاك قاعد يفتل من بين البيوت، لانه احنا كانت مطران علينا الدنيا وقبل بنهار صاير معانا اشتباك وما كنا فاضيين، بسرعه مشينا وكنا شايلين الطلق مخازن نص فرط ونص شو اسمه، لانه كان وضعنا مو كويس ذيك الساعه، كان مشينا سريع، مشينا كذا يعني عسكريه، يعني الواحد بده يكون سريع. قاعد انا قاعد القم بالباروده، جو اثنين جو يركضون من جنب من مكان مفتوح. عاد نزلوا لجوه، ضليت انا وواحد فوق على السطح، هو شال البكسيه وانا صرت اضرب بالباروده. ثاري فيه قناصين، القناصين ضربوا عليه هو، ما ضربوا مثلا اني ضربوا علي اني وضربوا عليه هو، لا ضربوه هو، اثنيناتهم ضربوا عليه. الطلقه اصابته هين والطلقه اصابته هين. سحبته لجوه، بس يعني وصلت تقريبا غرفه الدرج، الغرفه اللي يطلع منها الواحد على السطح، وصلته لعند بابها. صاروا يضربون علينا قواذف وبكسيه، يضربونا بكسيه شو مو طبيعي. عاد نزلت شوي على الدرج، طلعت تريد اسحبه، يعني هو كان يفارق الحياه، استشهد هو لما انا بس نزلتي وطلعتي تريد اسحبه لانه كان طلقه بالقلب، استشهد. واني اسحب بيه ايش انا ضربونا قاذف، وين ضربونا قاذف؟ على غرفه الدرج. غرفه الدرج يعني قاعد احبي هيك واتف بيه، نزل لنا الشظايا هيك، ضربا ايدي وكتافي ورجلي وظهري. عاد تصاوبت، بس اما ما تركته، لانه احنا يعني بالعاده بالحملات بشكل عام يعني اخذناها بالدورات وكذا، ما يصير الواحد يترك رفيقه يعني يتركه ورانا، ما يصير. دواعش يمثلون بالجثث، وبي منها جثه يعني انا شفت اشوف عيني ودفنته بايدي، ابن عمي استشهد الله يرحمه، حارقينه، دفنته بايدي حارقينه حرق. فاني يعني اتذكر ابن عمي هيك شلون محروق، ما اقدر اتركه وراي، سحبته معي، نزلنا لجوان، سحبته معي بيد واحده وقعدنا على استراحه الدرج. صاروا يضربون علينا، صاروا يدفرون الباب يفوتون علينا، يطلبون منا نستسلم، يطلبون منا شغله، بس يعني هم تصاوب، بس هم انطي معنويات للمعاي، يعني لا تستسلمون، ترى دكونا يذبحونا، ترى كذابين ما عندهم امان. كذا مره يسوون يعني يسوون هالشغله وما لهم امان، ما لهم شغله. يعني حتى ما اجت المؤازره، اجت المؤازره فكونا منهم، هم راحوا انهزموا، من شافوا المؤازره، من شافوا الناس بلشت تجي، راحوا مباشره انهزموا. احنا قاومنا ذيك الساعه تقريبا شيء 8 ساعات. ركبنا بالسياره وخذونا انا والشهيدين، الشهيد الثاني استشهد، ضربوه بالقناصه زاد براسه، يمكن ما اتذكر ايه براسه. سحبونا عاد لجوا، اخذنا اسعافات اوليه، يعني تضميد وتسكير على الايد. طبعا الاجنبي هذا الكندي اللي معاي عنده ترونيكيت يقولوا لها، هاي شدها بالزيق هيك ويبرمها، كان مسكر الايدي، وتقريبا كل 50 دقيقة كان يفتحها مشان يظل الدم يصل للمناطق هاي. اما قال لي يعني من كثر ما نزف الدم بدي اسكرها خالص. المهم اجت المؤازرة واخذونا على الاسعافات الاولية مباشرة، اسعفونا اسعافات اولية وخذونا على المشفى. مشفى الشدادي كانت يعني، مشفى الشدادي ضربونا بر تخدير واسعافات، هم زاد النوب اولية، ومن بعدها رحت على مشفى الساري.
مشفى ساري هناك سووا لي عملية ونقلوا لي دم لأن كان تفاقد دم كثير، وصاروا تقريبا شغلة 15 أو 20 يوم تنظيف جرح. ويعني كانت كمعاملة جرحى ممتازة فوق الممتازة الصراحة، إنسانية جدا. يعني كانوا تقريبا بالربع ساعة ونص ساعة يطلون علينا، شو تريد، شو يلزمك، شنو بدك أكل، شو بدك تتحمم، بدك شغلة، بدك حلاق، بدك شيء، ايش بدك يسوون. كانوا الصراحة كانت معاملة جدا 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 ممتازة تلقيتها يعني مشفى ساري. من بعد عاد بعد ما تصاوبت صار يعني اخذ اجازة وانزل على البيت، ارجع على الضماد اغير على جرحي شغلة. بعد عاد صار يعني طبت، نقلوني على غير مكان دار جرحى اللي بيها أنا حاليا. يعني بعد ما خلصت علاجي جيت هنا، صرت يعني مثل صرنا ناخذ دورات نكثف فكرنا، لانه احنا العمل القتالي ما عاد صار ينفعنا احنا وباقي رفاق اللي معانا، طبعا بي مصابين كثير معانا. فصرنا ناخذ دورات احنا مشان ايش؟ دورات تاهيليه، مثل يعني دورات تاهيليه شلون؟ بي ناس تاخذ دورات كمبيوتر، ناس تاخذ دورات لغه. منهم انا يعني قويت شوي لغتي، كان تحكي انجليزي بس اما قويتها انه. وبي منها يعني اين شيء الرفاق كانوا يطلبونه ياخذونه. يعني مثلا اليوم انت بدك دوره لغه يقول لك خذ اللغه، انت بدك دوره حاسوب تروح دوره حاسوب. يعني كانوا مهتمين بينا من هالناحيه جدا. زاد نشتغل على الناحيه السياسيه، ناخذ دورات سياسيه بشكل عام، يعني نجدد فكرنا ونزوده. يعني اول لانه كنا يعني ما كان عندنا هذاك الفكر زياده، كله تقريبا اغلبيته قضيناها بالحملات وبالشغله وبالشيء، ما كان عندنا فكر قوي مثل هسه. اما مشان شو اسمه بعد ما تصوبت سويت دوره تقريبا ظلينا بها شيء 45 يوم. تعرفت على رفاق كثير، وكانت اغلبيه دروسنا عن السياسه بشكل عام. شلون انت يعني ما لازم تكون منحاز للامر واحد متشدد، يعني ما تكون متطرف، تكون متوسط. يعني التوسط هو تكون اوسط الدائره، مو متطرف تكون باطراف الدائره. فكان بي يعني رفاق دائما كنا نناقش ونشارك بدروس، وشنو بي يعني بي نساء كانت عبر التاريخ كان لهم مساهمات قويه تاريخ البشريه. يعني فاحنا دائما كان بي عندنا جدالات وشغله وشيء، دائما كانوا الرفاق يشاركون بشكل عام. وانا بالنسبه لي دائما كنت احضر الرفاق اقول لهم شاركوا. يعني المشاركه تفيدك اكثر ما تظل ساكت. اذا سكتت وما شاركت يعني انت ما انت فهمان للدرس. والله أنا أحكي يعني دائما أحكيها، أقول أنا يعني بالنسبة طبعا أنا هذا الحكي أحكيه بشكل عام. أنا بالنسبة لي أحب وطني، يعني ما يعني وطني يعني بالنسبة لي أقدم له روحي، لأنه أنا عمي استشهد وابن عمي استشهد وقدمنا ناس كثيرة كله مشان هالوطن. يعني الوطن هذا يعني لنا كل شيء. يعني بالنسبة لي إيدي، أنا آسف أصلا إني قدمت بس إيدي، يعني لو بيدي أقدم روحي زاد، وأحس حالي مقصر باتجاه شعبنا، لأنه إحنا نستاهل أحسن من هيك وضع، أحسن من هيك مكان. لانه احنا والله العظيم يعني السوريين والله شعب ما بي منه، بس عاد يعني انا اسف يعني اني ما قدمت اكثر من هيك، وانا فخور جدا باصابتي. ليش ماني فخور؟ بالعكس انا كنت اقدم شيء لشعبي، حتى لو كان يعني شيء بسيط بس، ولكن يعني انا احس حالي قدمت شيء، واتمنى اني اقدم اكثر، ويا ريت يطلع بيدي اقدم اكثر. من بعد عاد فرزونا بالمجلس الشدادي، يعني فرزت المجلس الشدادي بالحمايه الجوهريه. عاد انتقلنا هنا من العمل العسكري تقريبا في تقولين هيك على العمل المدني. شاركنا طبعا بشكل عام، قاعد نشارك وننسق مع الرفاق بشكل عام، يعني فعاليات ايش يريدون الناس، صرت وصل ما بين السلطه والشعب. فعلى هالامور هاي احنا كان دائما تواجدنا مع الشعب موجود، والشعب كلياته يعرفنا. يعني احنا نشارك، يعني اي شيء طالبه الشعب احنا كنا موجودين مشانه. ومن هذيك الساعه وانا شغال، يعني ما وقفت، صار لي 3 سنين اداوم بمجلس الشدادي. يعني انا بدي احكي للقائد مشان الرساله الاخيره. يعني اني اشوف يعني شيء عظيم جدا للقائد شيء سواه. يعني طبعا اني القائد رسالته التاريخيه اللي وجهها للشعب يعني كانت رسالة جدا 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 حضارية ومساهمة للسلام. السلام أهم شيء، أهم شيء أنك تعترف بالمكونات اللي عندك.
يعني اليوم احنا مو بس عرب بسوريا، يعني اليوم احنا بأكراد، بمسيحية، بمقومات، يعني بديانات تختلف، بلغات تختلف بسوريا. سوريا متنوعة، ما يصير احنا دولة تكون على لون واحد. فاحنا شنو كان بدنا يعني بكل هالشيء هذا؟ يعني الاعتراف بالكل كأنه واحد. القانون اللي يمشي على فلان يمشي على فلان، بغض النظر عن لغته، بغض النظر عن قوميته. كانت الرسالة هادفة جدا باتجاه المنظور، واتمنى انه يصير يعني تواصل اكثر مع القائد مشان يعني يصير باستقرار بالمنطقه بشكل عام، لانه رسالته مباشر سوت استقرار بالمنطقه اذا الانسان مطلع او يشوف، ما يظل بحرب طائفيه، ما يظل بشغله، يعني ما ظل عندنا شيء نتقاتل مشانه. واتمنى انه الناس كلياتها تتفاهم وتبعد عن الحرب الخاصه. ترى في ناس يعني قاعد تكذب، يعني قاعد تطالع اكاذيب على ناس، يعني يا ريت ما تصدقون كل شيء تشوفونه، دور ورا الامور. يعني اتمنى من الشعب انه دائما يدور ورا الامور ويشوف الخبر صح او كذب. اما انا اتمنى من الشعب انه يكون يتفهم الوضع ساعتين بسوريا، واحنا بمرحله جديده، واتمنى انه المرحله هاي تقودنا للاحسن، وانه بلادنا ان شاء الله صارت امنه والامور كويسه.